السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد أو وصفة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم ميني بسيطلات أو بسيطلات صغارين ما يمكنش تكون شي مناسبة أو ما يكونوش موجودين في الطبيلة ديالنا، وما يمكنش يجي شهر رمضان الكريم وما نوجدوش بسيطلات ديالنا، ضروري يكونوا موجودين في الطبيلة ديال الفطور. كيجيو راقيين وساهلين في التحضير، ما كيدوش الوقت بزاف. وفي المقادير عندي هنا 2 كيلو دجاج اللي نقيته وغسلته من قبل، وعندي هنا 2 كيلو البصله. والبصله يمكن لكم تعملوه 2 كيلو حتى 3 كيلو، لان البصله في الاخر كتذوب وكتقلص الحجم ديالها. والتوابل او العطريه عندي ملعقه كركم، ملعقه ابزار، وملعقه ونص سكينجبير، ونص ملعقه من القرفه، وملعقه كبيره من الزبده او السمن على حسب المتوفر، وملعقه ونص ملح، ونصف كاس من الزيت اللي خلطته ما بين زيت زيتون وزيت نباتيه. تمام. بعد ما وضعت التوابل والزيت نرفع الطنجره ديالي فوق النار. انا هنايا بدلت الطنجره لان الطنجره اللي كانت عندي صغيره شويه، داكشي علاش بدلت الطنجره. وكما كتشاهدون معايا البصله بدات كتذوب صافي. بعد ما كتذوب البصله شويه كنضيف الماء الكافي اللي يعطر فيه الدجاج صافي. نرد الطنجره ديالي على النار ونخليه يطيب على نار متوسطه. كما كتشاهدوا معايا هنايا الدجاج طاب، ضروري خصو يطيب مزيان حتى كيتفتت. ومن بعد ما طاب الدجاج ديالي دابا نحيدو من الطنجره ونخلي البصله، لان البصله باقي خصها طيب صافي. من بعد ما حيدت الدجاج كامل دابا نرد البصله فوق النار ونخليها فوق النار متوسطه او مهيله حتى يتبخر منها داك الماء كامل وتبقى لنا البصله ثقيله. وهنا كما كتشاهدوا معايا كنقطع الدجاج ديالي قطع صغيره سواء بيديك او بالمقص، ضروري يكون الحجم ديالو صغير صافي. من بعد ما قطعت الدجاج ديالي كامل نخليه على جنب يبرد حتى يبرد تماما صافي. البصله ديالي هنا بدات كتوجد، بدا كيتبخر منها داك الماء وكتقال، ضروري خصني نبقى نحرك باش ما تلصقش البصله وتجي فيها نكهه الحرق. عندي هنا 300 غرام د اللوز مع 120 غرام من السكر. والطريقه تحضير اللوز كتبقى اختياريه، كل واحد كيفاش كيعجبو. كاين اللي كيعجبو معلكه بحال بخانيني، وكاين اللي كيعجبو مهرمشه. انا بغيتها تكون معلكه، كنبقى نطحنها مزيان صافي. نبقى نستمر تنسالي الكميه اللي عندي كامله، كنطحن اللوز مع السكر شويه بشويه حتى كترجع معلكه. ومن بعد ما ساليت اللوز كنزيد لها مسكه حره اللي دقيتها مع شويه السكر ونص ملعقه القرفه. ومن بعد ما طابت البصله وتبخر الماء اللي فيها دابا غنزيد لها 7 حبات من البيض. ومن بعد ما نضيف البيض على البصل ضروري نبقى نحرك، وضروري نحرك بالزربه باش البيض ديالنا يتخلط لنا مع البصل وما يطيبش قطع كبيره. ومن بعد ما طاب البيض مع البصل هذا هو القوام ديالو، وضروري نعملو يتصفى لانه كيكون باقي فيه الماء، ضروري خصو يتصفى مزيان. وهذا هو الدجاج اللي قطعته من قبل، ونزيد عليه البصل اللي صفيته ونخلط الكل مع بعض صافي. واللي نخلط الدجاج مع البصل نخليه يبرد، ضروري خصو يبرد باش ملي يكون عمر الورقه ديالنا ما تقطعناش. عندي هنا كيلو د ورقه بسطيله، انا عندي هنا ورقه البخار، ويمكن لكم تستعملوا اي ورقه، ويمكن لكم تعمروا حتى بالورقه د الفيلو، ولكن المملحات المغربيه كيبقاو الورقه البسطيله كتكون احسن، كتجي مقرمشه وكتدوم معنا الوقت اطول. وكما كتشاهدوا معايا في الفيديو قطعت الورقه ديالي على 4 او كنحيد لها حتى الجوانب اللي كيكونوا قاصحين شويه صافي. هنا قطعت الورقه ديالي وحيدت لها الجوانب اللي هما كيكونوا ناشفين شويه، وضروري خصني نغطيها بكيس بلاستيكي باش ما تنشفش الورقه وتبقى لنا رطبه. ومن بعد ما بردت لي الحشوه وقطعت الورقه ديالي دابا غنبدا نعمر البسيطلات ديالي. والشكل اللي غنعمل به البسيطلات ديالي هو شكل دائري اللي هو معروف. عندي هنا الدوائر هادو، وانا كنفضل نستعمل غطاء القاروره لان كيكون عملي اكثر وما كيقطعناش الورقه ملي كنكون كنعمروا البسيطلات ديالنا صافي. نبقى ندهن الورقه ديالي بشويه الزيت ونضيف عليها الحشوه اللي عندي بالبصله والدجاج، ونزيد عليها اللوز اللي حضرته معكم من قبل صافي. نبقى نطوي الورقه ديالي شويه بشويه. الورقه الاولى ما كنعملش فيها حتى شي حاجه، الورقه الثانيه هي اللي كنبقى نجمعها بالبيض صافي. كما كتشاهدوا معايا الفيديو كنبقى نجمع الورقه ديالي حتى كنغطي الحشوه ديالي كامله، ومن بعد نضيف الورقه الثانيه ونزول الزوائد ونبقى ندهن ببيض البيض وانا كنجمع الورقه ديالي حتى نغطي البسيطله ديالي كامله.
وهنا ساليت البسيطله ديالي الاولى كما كتشاهدوا معايا هو الشكل ديالها. صافي نبقى مستمره كندهن الورقه ديالي بالزيت، والجهه اللي كتكون حارشه هي اللي كتكون الاسفل، ونضيف الحشوه ونزيد عليها اللوز ونجمع الورقه ديالي، ولا كان عندي شي زوائد كنحيدهم. صافي نبقى مستمره حتى نسالي البسيطلات اللي عندي كامل. ومن بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله، دابا نوضعهم في كيس بلاستيكي ونوضعهم في المجمد. ويمكنكم ايضا طيبوهم نص طيبه عاد تجمدوهم. وفوقاش ما احتاجت نطيب البسيطلات ديالي كنخرج الكميه اللي بغيت كما كتشاهدوا معايا هنايا هما جامدين. بعد ما خرجتهم من المجمد كنوضعهم في صفيحه الفرن وندهنهم بالزبده وندخلهم للفرن هما جامدين، باش هذاك الثلج اللي كيكون في البسيطلات ديالنا ما ينزلناش على الورقه ديالنا ويلويها. حنا بغينا الورقه ديالنا تجينا مقرمشه وشابره في راسها. صافي ندهن البسيطلات ديالي بالزبده كاملين وندخلهم للفرن يكون سخون مزيان. وملي يبداو البسيطلات ديالنا كيطيبوا نهبطوا درجه الحراره ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يطيبوا لنا حتى من داخل مزيان، ماشي يطيبوا من برا ومن داخل يبقاو خضرين. ومن بعد ما طابوا البساطل ديالي كما كتشاهدوا معايا في الفيديو هذا هو الشكل ديالو. خليت البساطل ديالي حتى بردوا شويه، ودابا غنكوز مرحله التزيين. عندي هنا العسل والكاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي على حسب كل واحد واللي متوفر عنده. ويمكن لكم تزينوا بالتزيين اللي هو معروف سكر كلاصي والقرفه. والتزيين كيبقى دائما الاذواق تختلف، كل واحد كيزين داكشي اللي متوفر عنده او داكشي اللي كيعجبه. وهذا واش كان نهاية البسيطلات ديالنا كيجيو مقرمشين ولذاذين صراحه. المذاق ديالهم حتى ملي كنشريو من المحلات بثمن غالي. وبارطاجيو الفيديو مع اللي عزيز عليكم، وما نساونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك كيوصلكم كل جديد. ومع السلامه فيديو جديد ووصفه جديده.